في الحلقة 15 بعد 100 من سلسلة التعريف بالصحابة غير المشهورين، معنا عمارة بن حزم الأنصاري من بني غنم بن مالك بن النجار من الخزرج رضي الله عنهم. شهد بيعة العقبة الثانية، وتلك لعمر الله مكرمة وأيما مكرمة. وشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام جميع غزواته، بدرا وأحدا والخندق والفتح وغيرها من الغزوات. لأن يشهد المرء صلاة واحدة أو غزوة واحدة مع النبي عليه الصلاة والسلام خير له من الدنيا وما عليها، فكيف وقد شهد كل الغزوات؟ فضيلة وأيما فضيلة، أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عمارة بن حزم هو أخو الصحابي عمرو بن حزم رضي الله عنهما. لما أسلم عمارة بن حزم وأسعد بن زرارة وعوف بن عفراء تولوا مهمة عظيمة جسيمة، لكنها عند الله عظيمة، وهي تكسير أصنام بني مالك بن النجار. يذهبون إليها فيكسرونها ويحطمونها. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين محرز بن نضلة رضي الله عنهم وأرضاهم. شهد جميع الفتوحات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه راية بني مالك يوم الفتح، وشارك في حروب الردة في جيش خالد بن الوليد رضي الله عنهم. عمارة بن حزم هو أحد شهداء اليمامة رضي الله عنه وأرضاه.